بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأسرة جميعا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع الإخوة في كل مكان. النهاردة هنتكلم على تسليك الشرايين الطرفية اللي فيها انسداد عن طريق القسطرة التداخلية بالبالون والدعامات، وهنوريكم مثال لحالة تم تسليك الشرايين اللي فيها، ودي هتوضح لكم بالظبط ازاي الامور مشيت، وتحتاج بس شويه تركيز ودقه، والنتائج بتبقى مبهره في حالات كانت صعب نعالجها زمان. اول فيلم هيورينا الاول القسطره، وده الصوره ليه اهي. القسطره وهي داخله، اللون الاسود دي صبغه وهي ماشيه في الشريان، ده الشريان الفخذي، والدم ماشي فيه كويس قوي قوي. وبعدين عند الركبه بيبتدي نلاقي ان في ابتدى الشرايين تتسد، فالدم ما بيبتديش يمشي. وهوريكم صورة دلوقتي تانية. الفيديو ده بقى بيورينا الشرايين تحت الركبة. هتلاقوا بص حضرتك، ادي تحت الركبة بيبقى المفروض في 3 شرايين فرعية بتغذي الرجل من تحت الركبة. خدوا بالكم من البرانش او الفرع من الشريان اللي عامل كيرف صغير ده، لان ده هيبقى لاند مارك او علامة لينا لبعد كده لما نقارن بين قبل وبعد التسليك. شوفوا حضرتك الشريان الرئيسي اللي بيغذي الرجل، بصوا حضرتك هنا معضعض ورفيع خالص زي الفتلة، يكاد يكون 90% من الدم ما بيوصلش للرجل، والرجل دي ما بيوصلهاش غير من 5 ل 10% من الدم فقط. الفيلم الجاي ده الثالث هنوريكم هنا اهو. احنا كده دخلنا بالقسطرة، ودخلنا بالبالون، والبالون هنا ليها دوتس نقطتين بتوير اولها واخرها، وبنبتدي نوسع البالونة او نفتح البالونة، فيبتدي الشريان يفتح والانسداد يوسع. بصوا بقى هنا الشريان بعد ما سلكنا، بص حضرتك هتلاقي احنا قلنا في برانش اللي هو الكيرف الصغير ده اللاند مارك، العلامة اللي بنقارن بيها بين قبل وبعد. لو شفتوا الفيلم اللي قبل هتلاقوا الشريان كان معضعض خالص. بص هنا بعد ما وسعنا بالبالون الشريان بقى كويس خالص. بص حضرتك بقى عامل ازاي طبيعي، والدم ماشي فيه بنسبة كويسة جدا، ودي نتيجة كويسة جدا جدا، وخلي تدفق الدم يزيد من 10% ل 90% وتحسن في الحال. اما وسعنا بالبالون وصورنا بعد كده لقينا ان في جزء من تحت عند الانكل بتاع القدم لسه مش واسع. لو حضرتك بصيتوا هتلاقوا فيه هنا الشريان واسع كويس قوي، وتحت عند القدم عند انكل الرجل اللي هو الحتة اللي تحت دي واضحة، هتلاقوها ايه حتة صغيرة خالص كده. فدي اضطرينا ندخل بالبالون تاني ونوسعها عشان يبقى العيان استفاد بنسبة 100%. لو انا سبتها يبقى انا كأني سلكت جزء كبير، بس الجزء الاساسي اللي هو عند انكل القدم اللي بيغذي القدم اللي فيه المشكلة واللي هي غرغرينة في الصباع، الدم فيه ايه مكملش بدرجة كويسة جدا. هنا حضراتكم دخلنا بالبالونة تاني، وده العظم بتاع انكل القدم واضح خالص اهو. ودخلنا بالبالونة تاني ووصلنا عدينا الحتة اللي مسدودة او اللي ضيقة اللي كان بعد التوسيع، واضطرينا نوسع بالبالون تاني عشان العين يستفيد. وفي الاخر بعد ما وسعناه زي ما حضرتك شايفين البالون اهو، وادي العظم بتاع انكل القدم، والتوسيع بالبالون اول البالونة واخرها معدي الجزء اللي مسدود كله. ودي النتيجة في الاخر خالص بعد ما وسعنا. بص حضرتك هتلاقي ايه الشريان بقى كويس جدا، ونفس اللاند مارك اللي احنا قلنا عليها او العلامة اللي عندها بنقارن بين ان الشريانين الضيق قبل العملية وبعد العملية، هنلاقي الشريان بقى واسع وكويس جدا، وان العيان استفاد استفادة كبيرة جدا. ودي من الحاجات نتيجة برضو التكنولوجي والتقدم في الطب. اصبح الحاجات دي كان صعب علاجها في الفترات زمان قبل كده، وكان الانسان بيتعرض لمشاكل كبيره نتيجه الغرغرينه ونتيجه انسداد الشرايين دي، لان علاجها كان صعب جدا، لان كان صعب تعمل باي باس او صعب توصل لها لانها شرايين رفيعه ودقيقه. وده يورينا قد ايه التكنولوجي والتقدم والعلم فاد في العلاج بتاع علاج المرضى، وان قدرنا عن طريق التكنيك ده ان احنا ندخل بقسطره رفيعه نوصل لادق الشرايين وارفع الشرايين، وبالونات دقيقه نوسع ونخلي الدم يعدي ويوصل. والحمد لله. وان شاء الله دايما نشوفكم في حلقات جديده وفي تواصل مع العلم والتقدم، وان شاء الله ربنا يكتب الشفاء لجميع المرضى، وكل سنه وانتم طيبين.